طبعا الشغل الشاغل لاي انسان بيجي الامارات، جاي سواء جاي يبحث عن فرصه عمل او جاي يستثمر في الدوله هنا، اهم شيء بيشغله هو الاقامه. موضوع الاقامه بده يكون قانوني في الدوله، وده شيء طبعا ممتاز وشيء اساسي انك تكون قانوني. انت موظف واشتغلت في شركه، ما تستناش الشهرين الاثنين يخلصوا من بتوع فتره الزياره وبعدين تسال مديرك او تسال الكفيل بتاعك تقول له انا وين وصلت اوراقي. لا، المفروض من اول ما تشتغل يكون عندك اوفر ليتر. اول خطوه في العمل الاوفر ليتر بتاعك بيبين قد ايه راتبك الاساسي، بدل مواصلات بدل سكن. كل اتفاقك مع صاحب الشركه او مع المدير او مع صاحب المؤسسه بيكون موجود في الاوفر ليتر بتاعك. الاوفر ليتر دي خطوه اولى. بعدين بتيجي الموافقه، بتيجي بطاقه العمل. بعد بطاقه العمل بتتحول المعامله للجوازات، المفروض يقدم لك على التاشيره وبعدين يعمل لك تعديل الوضع. تعديل الوضع هي انتقال الشخص من زياره الى اقامه. اذا عملت تعديل وضع اصبحت كانك مقيم في الدوله، معاك 60